لسه جاي من الجيم حالا. احنا دلوقتي بين المغرب والعشاء، لسه ما خرجتش بره البطرقه للاسف. النهارده نازل غصب عني الجيم، كنتش انزل النهارده، قلت لازم انزل، لدرجه ان النهارده انا بتمرن التمرينه بتاعتي عمال اقول لنفسي هو انا بتمرن ليه؟ يعني حتى لدرجه ان انا ماسك الدمبل كنت حاسس ان الدمبل هيقع من ايدي. لما قعدت مع نفسي شويه قعدت اقول انا بتمرن عشان انا عايز ابقى احسن، عايز احس ان انا مش كويس، فعايز ابقى دايما احسن من امبارح، احسن من شويه. عشان كده بنزل، عشان كده ده اللي بيحركني، ده اللي بيخليني اروح واجي. عمال اكل 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 اكل، وبعدين انا يعني بحب الاكل برضه، فمش عارف اسيطر على الاكل، ومش عارف في نفس الوقت في انتخاء وفي اكل. بس قلت خلاص، بص شايف حبوب الاكل، بقيت هندي. قلت خلاص مفيش اكل يا عمرو. المفكون حلو اهو، تحفه. طرت. كفايه يا عمرو كده، مش هبقى صيني مش هندي، فالعوده. المهم انت لازم حاجه مجنونه خالص، وفي اخر الفيديو عايز اشكركم على حاجه، في الاخر هتعرفوا عايز اشكركم على ايه بالظبط. حاجه مجنونه هي المكنه خلصت، بتفضل بطاريه. واو انا صبحت خالص. حلو يا جدو، حلو جدو لسه بيرسم. واو كده احنا ايه، نتحمى وننزل نصلي العشاء، بعدين نروح عشان نتفرج على ماتش مصر وبوركينا فاسو. كده احسن بكتير، ولا بقى نقعد نشد ونعمل وكده. جود. انا اصلا ما بتفرجش على كوره عربيه، لو هتفرج على حاجه مثلا دوري اسباني، دوري انجليزي، تحس بمتعه الكوره فعلا. ومش متعصب لاي فريق، ممكن بشجع فريق معين بس مش متعصب لفريق، خلاص هو الفريق ده تمام. هي في الاخر كوره يعني، مش محتاج ان انا احرق اعصابي بقى واقول لا هو ده فريق اللي مش عارف ايه. بس طبعا مصر يعني، مصر هي جسمي تعبان، اتغبيت في التمرين قوي. المفروض ننزل دلوقتي بس مستنيين حد يجي يوصلنا، هنروح عند عمي. يلا بينا. برتقال واستفندي. حلو جود. بس تعب قوي في التمرين وانا بلعب، مش عارف ارد. انا جعان، اكل اهو. بطل البطرقه، مش عارف اخرج منها. لسه الهجوم المصري لسه بتاع. مين احسن فلوجر بشكل عام، مش في مصر، بشكل عام؟ ناس من امريكا. مين بقى؟ فانل فيجن ده كويس. بيقدم ايه؟ هو راجل ولاده بيعملوا فلوجز، مثلا مرة جاب لهم ترامبولين. بيعجبك يعني؟ مسلي؟ بكلمه انا باكل، ببطرق انا كده ببطرق بجد صح؟ لسه جاي من الجيم قوي. انت السبسكرايبرز بتوعك نطوا فجأة بسرعة. كانوا 200 وبعدين فجأة نطوا على 1000. يس. انت السبب صح؟ ازاي؟ جبت 1000 واحد يتفرجوا على القناة. لا انا قلت واحد صاحبي بس. انت صاحبك بس؟ المفروض تشوف حاجة كويسة، مش انا مش عمرو يعني، لو شفت حاجة ليها تأثير كويس اعملها شير. مش شير على الفيسبوك، ممكن تبقى مسج على واتساب، فاهم؟ ممكن مسج على ماسنجر بتاع فيسبوك، يعني تشيرها مع حد عشان ممكن الشخص ده يستفيد الحاجه دي، او يكون الشخص ده محتاج الحاجه دي دلوقتي، انت مش حاسس، بس هي حاجه مفيده. مش نشير بس الاغاني والحاجات اللي هي الترند اللي ظاهره وخلاص ونشيرها مع بعضينا، والحاجات المفيده قوي ما نشيرهاش، فاهم قصدي؟ كفايه اكل بقى، كفايه اكل. الله عجبك الماتش؟ الشوط الاول خلص، انا مش عاجبني الصراحه، مش ما بنلعبش يعني. حتى لو كان ابراهيم صراحه شكلك مالكش في الكوره بصراحه ماليش في الكوره فعلا. محمدي شكلها حلو قوي. طعميه جبن. واو ما شاء الله، ما شاء الله دي حلوه جدا. الله يا دي مش حلوه. شوف لما ظبط مين اللي حطها؟ ده كهرباء محمد صلاح. ان شاء الله يكون يعني ليه دور في المباراه الجايه باذن الله. جاي على الوقت. حلو كده. ماتش الشوط الاول خلصوا. ايه بقى كنت عايز اقول لكم النهارده؟ شكر. نتيجه الترم طلعت احسن درجات جبتها كانت المادتين اللي عملت فيهم المشروع، برق ووين تانل.
اللي عملت فيه من فلوج. فانا بشكركم على اي حد شجعني او على اي حد دعالي دعوه حلوه، وطبعا ده توفيق من ربنا، مفيش حاجه بتيجي بالحظ، مفيش حاجه بتيجي كده. فانا اكيد تشجيع اي حد كان، فشكرا مره تانية وثالثه. بس كده المفروض دلوقتي الماتش تعادل، ففي شوط اضافي اول وتاني فهنشوفه. بس كده لسه ما خرجتش بره البطاقه، بس احنا بنحاول. تمام كده الفيديو يخلص هنا، وان شاء الله بكره يبقى احسن. لو انت متابعني على الفيسبوك هتعرف ان انا كنت رحت اسكندريه، فهو في فلوج عن اسكندريه بس لسه ما خلصتوش. بحاول اعمل فيه حاجه جديده، بحاول اتعلم فيه مثلا افتر افكت او كده، يا رب يطلع بشكل كويس.